سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الفكره اليوم كيف ما كتشوفوا فهي كيكه. طريقه تحضير هذه الكيك هذه الالمانيه كيف تيقولوا الشهيره اللي تعرفت بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي بواحد الطريقه اللي سهله ومبسطه. مع هذه الكريمه هذه اللي هي خليط ما بين لا كريم باتيسيير ولا كريم شانتيي، كتجي لذيذه بزاف وكيف قلت لكم بطريقه مبسطه وسهله. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم. بقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله والمقادير. هنا غادي نحتاجوا فيها 3 البيضات، 2 خمارات ديال الحلوى، ساشي ديال الفاني، واحد 4 المعالق ديال الماء يكون غليان، كاس لاروب ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال سنيده. الفورس حنا غادي نحتاجو فيه 2 كيسان ديال الفورس، قياس العنبه اولا كاس واحد كنعبروا به القياسات كلهم، ونص كاس ديال مايزينا اللي عنده، اللي ما عندوش بلاش. وغادي نزوقوها من الفوق، غادي نديروا ليها هاد اللوز ايفيلي. صافي هنا سناخذ العجانه. من الاحسن العجانه الا غادي نخدموا بهذه الطريقه هذه، يعني البيض خاصو يطلع، خاصو تقريبا واحد 8 دقائق وهو تيتخلط، ولا 10 دقائق هو كيتضرب. من الاحسن ناخذوا العجانه، اللي عنده اللي ما عندوش يدير الطراب الكهربائي زعما ويخدم به. انا علاش كتعجبني العجانه هنا كيخصو الوقت، فكنخليه يطرب على خاطرو حتى كيطلع. صافي تنديروا 3 البيضات، شويه د الملحه، داك الكاس لاروب ديال السنيده اللي درنا، وساشي د الفاني، وكنزيدوا عليه 4 المعالق ديال الماء غليان. كيف قلت لكم يكون غليان، فهو كيساعد لينا البيض باش يطلع. صافي وتنديروها في اقصى سرعه ونخليوه يتطرب حتى كيطلع مزيان وكيتغير له اللون ديالو. صافي هنا خدمتها، فانا غادي نخليها في اعلى سرعه حتى يضاعف ليا الحجم ديالو. هنايا كيف ما كتشوفوا راه البيض ضاعف الحجم ديالو حتى اللون ديالو تغير. دابا غادي نقص السرعه وغادي نضيف الزيت والحليب غير بشويه بشويه، ما تكونش السرعه مجهده باش ما يهبط ليناش البيض. غير الوقت اللي غنحس بالزيت اندمج غادي نضيف له الحليب. صافي واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق اللي درت، ودابا غنضيف الحليب حتى هو نفس الشيء، السرعه ما تكونش مجهده، غير نخليه غير واحد 2 دقائق حتى هو، ومن بعد غادي نحيدو. غادي نضيف المواد الجافه اللي هي الفورس ومايزينا غير بسباتولا. هنايا كيف قلت لكم من بعد ما دخلنا فيها دخلت فيها الحليب والزيت، فانا غنحاول نضيف هذا الفورس اللي انا غربلته هو والخميره. غادي نحاول نضيفهم غير بشويه بشويه، وكيف ما كتعرفوا راه هي القاعده ديال لا جينواز، يعني من التحت الفوق باش ما يهبط لياش البيض، وغير بشويه بشويه البنات هكا بسباتولا بلاستيك ولا واحد المعلقه هكا خشبيه. ندخل هاد
يعني انا غنقسمو على 3 الكميات، الكميه الاولى ومن بعد ندير الكميه الثانيه والكميه الثالثه. الفورص ومايزينا والخميره د الحلويات. صافي هذه هي الكميه الاخرى نتوما كتشوفوا راه بدات كتدخل فيها غير من الفوق لتحت. حنا كنحركو غير بشويه، ما تخافوش البنات. بالنسبه للبنات المبتدئات ما تخافوش، غير خدموها كيف وريتكم يعني في الفيديو، ان شاء الله غتصدق لكم. نتوما غير من الفوق لتحت راه كطير. صافي هنايا غادي ندير انا هاد المول اللي ما تيتحلش. اللي عندها المول اللي كيتحل راه مزيان بالنسبه لهاد الوصفه هادي. اللي ما عندهاش فهي غدير هذا. انا حبيت ندير هذا غير باش الناس اللي ما عندهمش اللي كيتحل يشوفوا راه حتى في هذا في المول العادي اللي كنا كنخدموا به راه غادا تصدق ان شاء الله. كيف ما كديروا نتوما الكيك ديالكم، واش كتسخنوا الفران ولا ما تتسخنوش، كل واحد على حسب الفران ديالو. انا هنا ما تنسخنوش، يعني هي غدا نديرها وندخلها على الفران بارد. ها نتوما تتشوفوا راه غير هاد الفقاعات هادو راه كتبان انها لاباط عندنا ناجحه. صافي تنديروها من بعد غادي ندخلها على الفران يكون بارد. انا عندي الفران بارد، كل واحد على حسب الفران ديالو. انا كنخدم به بارد حتى كندخل الكيك عاد كنشعلو. صافي على درجه الحراره 170 ونتسناوها حتى تنضج ان شاء الله. ونمشيو للخطوه الثانيه ديال الحشوه ديالتها بهذيك الكريمه اللي قلت لكم كتجي لذيذه بزاف. دابا ان شاء الله صافي غير نقادها في المول. صافي هنا التزيين انا كيف قلت لكم غادي ندير اللوز ايفيلي. كل واحد اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، اللي عنده الكاوكاو يديرو، اللي عنده اللوز يديرو. التزيين كيبقى اختياري. صافي ها انايا كملتها دابا في اللوز. غادي ندخلها للفران كيف قلت لكم. من بعد ندوزو دابا لتحضير الكريمه. انا في هذا الوقت هذا غادي نوجد كيف قلت لكم لا كريم اللي غادي نستعملوا فيها هي خليط ما بين لا كريم باتيسير و هذه كريم شانتيي. هاد لا كريم شانتيي هذه هي اللي غادي نستعمل لتحضير قشده الشانتيي. فانا في هذا الوقت هذا غادي نصوب لا كريم باتيسير. غنحتاج فيها نص لتر د الحليب، 3 حتى 4 المعالق سنيده، كل واحد كيدير سنيده على حسب الذوق، وجوج معالق كبار ديال لا كريم باتيسير. هذيك البودره ديال لا كريم باتيسير اللي حنا كناخذوها راه كتباع واجده. صافي كيف تعرفوا دابا غادي نخلط هادشي كلشي في البارد وعاد غادي نحطها فوق البوطه، وانا كنقابلها حتى كتخلط كامله وكتختار ليا. نخلطها مزيان باش ما تكور لياش فوق البوطه. صافي ونحطها فوق البوطه كيف قلت لكم حتى كتختار. ومن بعد غادي نحتفظ بها في الثلاجه باش مني نطلع الشونتيي نزيدها لها. صافي من بعد ما كتوجد ليا لا كريم باتيسير انا تنديرها هنا باش تبرد ليا. خاصها تكون بارده وغادي ندخلها للثلاجه تبرد. غير قبل ما غادي ندخلها باش ما ديرلياش انا ديك الجلده القاصحه من الفوق، غندير لها السلوفان وندخلها تبرد. صافي هنايا غادي نوجد الشونتيي. يكون كاس ديال الحليب بارد مزيان. صافي غنطلعو مع الساشي ديال الشونتيي حتى غيطلع مزيان، وعاد غادي نضيف ليه لا كريم باتيسير باش نمزجهم بجوج بيهم ونطلعهم بجوج.
دابا هكا غنحبسها هي كتوقف. دابا غادي نزيد لها لا كريم باتيسير. انا درتها في المجمد باش تكون بارده وما تنزلش ليا هاد الكريم اللي طلعت دابا. ها هي الكيكه من بعد ما تنخرجها حتى تكون على هذا الشكل. بغيت غير نوريكم انا واخا ما عنديش المول اللي كيتحل فهي كنجبدوها يعني من المول عادي كيف كنجبدوا لي كيك. صافي هنايا غادي نقسمها على جوج باش غادي ندوز نسقيها ومن بعد نعمرها بديك الكريمه اللي قلت لكم. صافي هنايا كيف شفتوا انا قسمتها وغادي نسقيها بالسيرو. السيرو اللي كنديروا باش كنسقيو الكيك تقريبا راه مقدار ديال السكر بحال المقدار ديال الماء. الا السكر عاود بغينا نقصو نديرو هكا تقريبا كاس لارو مع كاس الماء ونخليوهم فوق البوطه حتى كيغلا ويتقال شويه. صافي وها الصوص السيرو باش كنسقيو الكيك موجود. صافي وهنا غادي نضيف لها الكريمه وغادي نوزعها. صافي بقات لينا هنايا خطوه اخيره كنعاود نسقيها من الفوق. صافي وندخلها للثلاجه واحد ساعتين حتى تبرد والكريمه تشد في راسها ونوريكم الشكل النهائي ديالها. الكيك من بعد ما تنخرجوه من الثلاجه تيكون على هذا الشكل. غير من الاحسن كيف قلت لكم يبقى واحد المده في الثلاجه بين ما تماسك ليا هاد لا كريم هادي. كيجي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبار. اللي مازال ما اشتركتش معايا تشارك معايا في قناتي. دعموني بلايك خليوا لي تعاليق محفزه وبالتوفيق ان شاء الله للجميع يا رب.